لو قلقان من موضوع شحن العربيات الكهرباء، فحل الريف بقى بيغير اللعبة تماما في 2026. الفكرة ببساطة إن العربيات دي بتشتغل كهرباء، لكن فيها محرك بنزين بيشحن البطارية، يعني بتجمع بين الراحة والمدى الطويل من غير ما تفضل قلقان من محطة شحن كل شوية. من أبرز العربيات في الفئة دي L6 برو بمدى يوصل لحد 1390 كيلومتر، وقوة كبيرة بتخليها مناسبة للسفر والأداء العالي. كمان في روكس 01 بقوة حوالي 470 حصان ومدى بيتخطى 1100 كيلومتر، وديبال S07 و S05 اللي بيقدموا اختيارات مختلفة بين الكهرباء الكامل والمدى الممتد لحد حوالي 1000 كيلومتر. وفي كمان DFSK E5 اللي بتوصل لمدى حوالي 1150 كيلومتر بسعر اقتصادي نسبيا. وفي كمان ديبال G318 اللي بتجمع بين الدفع القوي والقدرة على طرق الصعبة بمدى يقارب 1000 كيلومتر. عربيات الريف بقت حل ذكي جدا، كهرباء في القيادة وراحة بنزين في السفر الطويل من غير قلق شحن.